بعجينه واحده اجي نوجدوا واحد 3 الاشكال ديال المملحات، كيجي المذاق ديالهم اكثر من رائع. ما غاديش ياخذوا معكم بزاف ديال الوقت، كيجيو هشاشين ولذاذ، ما غاديش تشبعوا منهم ان شاء الله. ضروري ما تجربوهم البنات وتردوا عليا الخبار. سجلوا الوصفه عندكم، غادي تحتاجوها في العواشر ان شاء الله. كناخذوا واحد القصريه اللي كنديروا فيها 125 غرام ديال الزبده، اي نوع متوفر عندكم، مع 3 الفرماجات. كنخلطوا الخليط مزيان وكنزيدوا عليهم واحد كاس قياس العنبه ديال زيت نباتيه ونص كاس. كنعاودوا نخلطوا الخليط مزيان حتى كتجانس لنا هذيك الزبده مع الزيت. وكنزيدوا واحد معلقه ديال لا موطارد، معلقه ديال الملحه، واحد دامه ديال البنه، معلقه صغيره ديال الخل. وكنخلطوا الخليط ديالنا مزيان. كنزيدوا واحد 2 كيسان قياس العنبه ديال الماء. وكنجمعوا بواحد نص كيلو تقريبا اولا 500 غرام ديال الدقيق الفورص، مع نص خماره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. كنجمعوا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا. كنحاولوا ان ما ندلكوش العجينه حتى كنحصلوا على واحد العجين متجانس بهذا الشكل هذا. صافي، وكنخليوها في كونجيلاتور حتى كتبرد لينا. العجينه ديالي قسمتها على 3. الاولى نكهتها بشويه ديال البابريكا مع شويه ديال الحار، الثانيه درت لها شويه ديال لا موطارد، والثالثه نكهتها بواحد شويه ديال الربيع مع شويه ديال الاعشاب المنسمه. الشكل الاول حربلته بهذا الشكل هذا ودرته في الكونجيلاتور حتى برد مزيان، وقطعته بهذا الشكل الموضح في لا فيديو. الشكل الثاني دهنته بشويه ديال البيض ودرت عليه واحد شويه ديال السانوج اولا البافون اللي متوفر عندكم، قطعته بهذه القطعه هذه. صافي، كنبقى هكا حتى كنكمل الكميه اللي متوفره عندي. الشكل الثالث دهنته حتى هو شويه ديال البيض، قطعته بهذه القطعه هذه، وزينته بواحد شويه ديال الزريعه، اي حاجه متوفره عندكم يمكن لكم تستعملوها. صافي، دخلت المملحات ديالي حتى تحمروا ليا وذهبوا مزيان بهذه الطريقه هذه، وقدمتهم بالصحه والراحه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش كالعاده في لي لايك الى عجبكم الفيديو ديال اليوم.